الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. النهارده يا جماعه هنتكلم على موضوع مهم جدا، وهنكلمكم برضو ازاي تحلوه بطريقه بسيطه خالص ومش مكلفه علينا ان شاء الله. اللي هي اللهم صل على سيدنا محمد، عدد الخلفه عند الامهات، ماشي؟ وايه مشاكل عدد الخلفه عند الامهات؟ دي موضوع اللي احنا هنتكلم فيه وهنحلوه ان شاء الله مع بعض بطريقه بسيطه خالص. اللهم صل على سيدنا محمد. يا جماعه النهارده احنا هنتكلم عن حاجه مهمه جدا، وهي عمود المزرعه. والله العظيم يا جماعه زي ما بقول كده الكلام ده كلام مهم، ماشي؟ وانا هدف في القناه زي ما انا قلت لكم، اللي انا عايز اوصل لكم معلومه صح عشان تعرف تربي ارنب ازاي. مش الهدف اللي انا اعمل فيديوهات وخلاص، انا هدفي والله اللي انت تتعلم ازاي تربي ارنب صح، ازاي انت تربي ارنب ما تخسرش فيه، ازاي تربي ارنب تغطي تكاليف العلف والعلاج والكلام من ده ويطلع لك ايه ربح منه، ماشي؟ الناس بتفكر الارنب انا بربي ارنب وخلاص، لا، ما بتربيش ارنب وخلاص يا سيدي الفاضل، انت لازم تربي ارنب. الارنب ده عامل زي مشروع الارنب ده، عامل زي ايه؟ سلسله مربوطه في بعضها، ماشي؟ لازم كل حلقه تبقى ايه؟ معديه في الثانيه ومربوطه فيها عشان توصلك ايه؟ لنجاح وتوصلك لربح من ايه؟ من ورا الارنب دي. طيب انا ايه اللي مطلوب مني في مشروع الارنب ديت؟ ماشي؟ في حكايه عمود المزرعه دي، عمود المزرعه ده يا جماعه هو الذكر، ماشي؟ انا لما يكون معايا ذكر كويس، ماشي؟ ذكر شباب، ماشي؟ الذكر ديت هيديني انتاج كويس، لان الذكر بيشتغل اكتر من الام. الام مثلا الدوره بتاعتها كل 40 يوم، كل 40 يوم، ماشي؟ بتبتدي اللي هي تلقح وتولد، كل 40 يوم بتلقح وبتولد، ماشي يا جماعه؟ اللهم صل على سيدنا محمد. الموضوع الذكر ده، ماشي؟ عفوا يا جماعه بعد اذنكم ثواني بس. عرفتي؟ يلا. ماشي يا جماعه، رجعنا لكم تاني معلش. اللهم صل على سيدنا محمد. في هنا بقى انا محتاج ذكر كويس، ازاي اطلع عندي ذكر كويس اشتغل بيه يديني انتاج؟ الذكر يا جماعه كل ما بيكبر في السن كل ما الخصوبه عنده بتقل، لانه بيشتغل على طول. الذكر بيلقح كل يوم، عايز تلقح منه كل يوم بتلقح، ماشي؟ عايز تلقح منه يوم ويوم بتلقح. انت ممكن تلقح من الذكر مرتين، ممكن تلقح منه مره الصبح، ماشي؟ ومره بالليل، ماشي؟ فهنا الذكر دي بيشتغل عامل زي العلبه المليانه، وبتبتدي تاخد منها، بتفضى لغايه لما تفضى خلاص كل سنه وانت طيب، ماشي؟ بتلاقيها بتشطب، كل ما بتاخد منها بتشطب، ماشي؟ الخامات اللي فيها بتقل لغايه لما ما بتلاقيهاش خالص. هو الذكر نفس المشوار كده يا جماعه. الذكر ده عامل زي الحاجه اللي هو مليان معبي بخيره، وبيبتدي يقل في المستويات بتاعته. في الحيوانات المنويه بيبتدي كل ما بيكبر الحيوانات المنويه بتاعته بتقل في الاعداد، بينزل منها ميت، بينزل منها متشوه، ماشي؟ كل المشاكل دي بتحصل معاه لانه كل ما بيكبر في السن كل ما بيحصل معاه المشاكل دي. طيب انا ازاي اشتغل بذكر كويس؟ وفي حاجه كمان في الذكر كمان يا جماعه، لما يكون صغير بيبقى ذكر عافي، يعني قوي لسه نشيط، عامل زي الشاب كده اللي بيبقى لسه في صحه، عن مثلا ايه؟ الراجل الكبير في السن مثلا. في الشاب ده يا جماعه اللهم صل على سيدنا محمد، بيعمل ايه؟ بيشجع الام اللي هي تلقح معاه. الناس هتقول لي ازاي يعني؟ اقول لك الذكر يا باشا لما يكون لسه شاب وبتحط له الام كده، الذكر في صحه، في بقوم لما بيجي يهز الام بيهزها بقوه، ماشي؟ بيخلي الام تسخن معاه اللي هي تقوم ترفع وتلقح. لكن الذكر الكبير في السن مثلا بيهز الام ما بيقدرش يهزها، ماشي؟ بيهزها هزتين كده وتلاقيه ابتدى ينام المعلم، خلاص ما فيش تعب، لانه كبير في السن بيتعب على طول. لكن الشباب شباب. فهنا نتعامل ازاي مع الارنب الشباب، وازاي نخلي انا عندي ارنب شباب على طول؟ الناس تقول طب مثلا الارنب الشباب ده نخليه جدين عندي، يقعد جدين في المزرعه عندي ونغيره عشان يبقى ارنب. والله يا جماعه لما بتلقح من ارنب شاب انت بتحس حتى الخلفه اللي جايه من الام خلفه كده فيها حيويه كده ونشطه كده، وخلفه بتحول لانها بتطلع من، بتاخد الجينات اللي في الاب، ماشي؟ بتاخد الحيويه اللي فيه والصحه اللي فيه والمناعه اللي فيه. لكن هو ارنب ضعيف، الارنب لما بيكبر في السن مثلا مناعته بتضعف من اللي هي الذكور والكلام من دي، والحيوانات المنويه ذات نفسها بتنزل ضعيفه، بتلاقي الاجنه طالعه ضعيفه. لما يكون ذكر شاب، ماشي؟ بيجيب حيوانات منويه، ماشي؟ قويه. الخلفه دي لما بتتحط في الرحم بتاع الام بتطلع قويه، ماشي؟ بتطلع مناعتها كويسه، بتطلع تحويلها حلو. طيب انا اشتغل بالذكر كل قد ايه واغيره كل قد ايه؟ وايه انواع الذكوره كمان اللي انا اشتغل بيها؟ بص يا باشا، الذكر اهم ميزه فيه، ماشي؟ احنا هنتكلم عن اهم ميزه في الذكر عشان عياله يطلعوا متورثين، لان الذكر نسبه الاجنه بتاعته اللي في الام بتطلع اكتريتها للذكر، ماشي؟ بتتورث اكتر من الذكر. يعني مثلا الام جايبه 10 ممكن تلاقي 7 طالعين للذكر و3 طالعين للام،
في الحجم والكلام من ده والشكل. طيب نعمل ايه؟ اللهم صل على سيدنا محمد. اللي احنا نعمله يا جماعه، هنوقف شويه بس عشان العصر معلش، وبعد العصر هنكمل. رجعنا لكم تاني يا جماعه. اللهم صل على سيدنا محمد. موضوعنا كنا بنتكلم فيه على اللي هو الذكر، ازاي ننجي الذكر والكلام من ده. الذكر يا جماعه احنا هننجوه بطريقه بسيطه خالص، ماشي، وبطريقه برضو مش مكلفه علينا زي ما احنا متفقين. وانا كان هدف في القناه اللي انا بعلمك ازاي تربي ارنب من غير ماشي تكاليف عاليه، ماشي. حتى العلاجات عندي انا اقول لك، انا برضو اعمل لك فيديو انا بستعمل ايه في العلاجات، ماشي. ما بستعملش علاجات زي ما انتم بتشوفوا كده، مش عارف علب ايه وفيتامينات ايه وحقن ايه، والام بعد الولاده تاخد 15 حقنه، والام مش عارف قبل الولاده تاخد كام حقنه في اول 10 ايام في الحمل وكلام من دي. لا، انا بتعامل بطريقه بسيطه خالص مع الارنب، ما فيهوش اي مشاكل. الارنب لو تاكله علفه كويسه خلاص، في اقل حاجه بتيجي معاه، بتعمل معاه مفعول كويس لما العلفه بتاعته كويسه. اللهم صل على سيدنا محمد. هننجي ازاي الذكر نشتغل بيه؟ الذكر ده يا جماعه كل ما يكون شباب زي ما احنا قلنا لك هيديك شغل كويس، هيحرك الام معاك، خليها لا تلقح. ليه؟ لانه الشاب هيهز الام، هيسخنها، هيخليها تقوم ترفع له، الكلام ده كله ماشي. وغير كده هيلقح الام على طول، مش هتحط مثلا ام وتستنى جنب الذكر عشان يقوم ايه ويلقح والكلام ده. لا، الذكر فيه حيويه، بتحط له الام بيقوم يخلص على طول، يقلب معاك على طول، يلقح الام. ليه؟ ما تخليش حتى الام يجي لها برود. الذكر لما يكون كبير في السن وبارد بتحط له الام، لو امه مخصبه هو مش قادر يهزها ومش قادر يقوم، بيجيب برود للام، لان الام ما شافتش حاجه بتحركها، ما شافتش ذكر عافي، ما شافتش ذكر عمال ايه يطلع عليها ويهز فيها كده عشان يلقحها. في الام كمان هي كمان بيجي لها برود زيه في الوقت على طول. طيب نعمل ايه ونتعامل ازاي مع الذكوره ونطلع امتى ذكوره؟ الذكوره اللي عندي دي تتغير كل قدين، كل سنه ولا كل 2 ولا كل 3 ولا كل الكلام ده؟ لا، اقول لك تشتغل ازاي بالذكوره. مثلا موسم الشتاء. موسم الشتاء دي احنا عارفين ان موسم الشتاء دي موسم فيه شغل، ماشي، والارانب بتلقح على طول، كلام من ده. والذكر بيشتغل شغل ايه على طول باستمرار في ايه؟ في الشتاء، لان الامهات على طول بتولد وتلقح والكلام من ده، والدنيا شغاله حلوه ايه في الشتاء. في الذكر بيعمل ايه؟ بيعمل مجهود كبير في الشتاء. طيب هتعامل ازاي؟ انا مثلا باجي معروف مثلا موسم الشتاء بيبتدي من شهر 9، قبل شهر 9 اكون مطلع ذكر اللي هو عمره هيجي في شهر 9 يبقى عمره 5 شهور و6 شهور. يعني من 5 شهور ذكر ممكن يشتغل معاك من 5 ل6 شهور، الافضل شغاله على 6. لو انت مزنوق عليه شغله من 5 عادي، مفيش اي مشكله، ماشي. المهم نطلع الارنب يكون عمره في شهر 9 6 شهور، يبقى اول شغله 1/9 يبقى عنده 6 شهور من القطيع اللي عنده 6 شهور بقى، الا كام؟ الا 6 شهور الا 10 ايام مش مشكله، معدي 6 شهور و10 ايام مش مشكله برضه، مش هتفرق يعني، ماشي. طلعنا الذكر ده، الذكر ده هيشتغل معانا قد ايه بقى؟ هيشتغل معايا موسم الشتاء، هيشتغل معايا موسم الشتاء، هياخد معايا من شهر 9 لغايه شهر 6، من شهر 9 يتم يلقح معايا لغايه شهر 6. طيب وبعد شهر 6 دي الارنب ده يا باشا جه في الشهر، في الكام شهر دولت اللي هم بتوع الشتاء دولت، من اول 9 لغايه 6 اتهلك شغل، ماشي. هيجي في الصيف هتلاقيه خسع معاك، هيجي في الصيف مع الحر والكلام من دي هو طالع مهلوك شغل، هتيجي تحط له امه في الصيف هتلاقيه ابتدى ايه؟ ما عادش عنده ايه؟ قوه زي الاول، ما عادش عنده لياقه زي الاول، الكلام دي. نعمل يعني بقى في الفتره دي؟ نكون برضه مطلع ذكوره في الشتاء اللي هي تيجي في شهر 6 دي، يكون عمر الذكر مثلا زي ما احنا قلنا من 5 شهور ل6 شهور. في شهر ايه؟ في شهر 6 يبتدي دي يخش بقى معايا موسم الصيف، هيخش معايا موسم الصيف، يشتغل في الصيف معايا. الارنب دي ما اشتغلش قبل كده لسه، اول شغله في الصيف، فهتلاقي الارنب ده عنده حيويه ولسه نشيط ولسه قوي، هيقدر اللي هو ايه؟ هيقدر اللي هو يشتغل ويديني شغل ويظبط ايه؟ ويظبط حاله ويشتغل معايا بقوه، ماشي، حلوه اكنه شغال في الشلالين، لانه اول مره يشتغل لسه. وامسك الدكوره التانيه دي اعمل لها ايه؟ ابيعها لحم، ماشي. هتقول لي يا عم وانت كل هتخليني في السنه نبدل الدكوره مره، كل سنه مره، ما تتبدل مثلا في بدايه الشتاء وبدايه الصيف؟ يا باشا ما انت خدت من الذكر دي اشتغلت منه، الذكر اللي عندك دي انت اشتغلت منه وهلكت شغل وخدت منه لقح، كان بيلقح في اليوم جزء امهات، عايز منه انت اكتر من كده؟ انا عايز حاجه ما تخسرناش بعد كده. ليه؟ عايز اعداد خلفه ياما، ماشي، اعداد خلفه ياما.
عايز اللهم صل على الحيوانات اللي تيجي تبقى الحيوانات المنويه تدخل في الام تبقى قويه، مناعتها قويه في الخلفه اللي جايه ان شاء الله. فانا بعمل ايه؟ بعمل زي ما انا بقول لكم كده، اللي انا كل موسم شتاء ماشي بجدد ذكوره لموسم الشتاء، وموسم الصيف بجدد ذكوره في موسم الصيف. لان زي ما قلت لك لو انت اشتغلت من الذكر بتاع الصيف في الشتاء، الذكر الصيف جات له، يعني هو طالع من الصيف معدوم وتعبان من الحر ومهلوك من التلقيح ومهلوك من اللهم صل على سيدنا محمد من الحر، وعايزه يلقح في الشتاء. بيجي بقى في الشتاء اللي هو موسم الشتاء معاك اللي المفروض العنايه بتشتغل، بيبقى الاداء بتاعه ضعيف والحيوانات المنويه بتاعته ضعيفه وقليله والارنب ضعيف في الشغل وبيضرب لك موسم الشتاء. وبتاع موسم الشتاء بيتهلك في الشتاء ويجي في الصيف عشان يخش عليه الحر. ما انت بتدخل عليه الحر اهو، عايزه يشتغل بكفاءته لما كان هو لسه شاب. مش هيشتغل فين؟ في الصيف بنفس الكفاءة بتاعته. لكن لما كل موسم تحط له ذكورة شباب هيديك شغل. انا حطيت في الصيف ذكورة اول نوبة تشتغل يديك شغل، حطيت في الشتاء في موسم الشتاء ذكورة اول نوبة تشتغل بيديك شغل. لكن تطلعوا لي من الصيف تخلوا لي 10 في الشتاء بعد ما طلع من الصيف واتهلك في الصيف، مش هيديك الاداء بتاع موسم الشتاء ويضرب عليك موسم الشتاء. ولو جه في موسم الشتاء هلكته شغل وجاي تدخله على الصيف وهو طالع معدوم وتعبان وبتدخله في الحر هتعدمه اكتر، مش هيجيب لك شغل. يبقى انا ايه هنا؟ عايز احرك الام واخلي الام تلقح، احط لها ايه؟ ذكر، احط لها ذكر شباب. كل حاجه ذكر شباب ذكر شباب. ذكر الشباب ده عمود المزرعه يا جماعه. ومن صفات الذكر الشباب دي لما انجي ذكر اهم حاجه يكون الظهر بتاعه عريض، ما يكونش الظهر بتاعه مبروم كده ورفيع كده ووحش. لا انا عايز الذكر اللي عندي يكون عريض من ورا ماشي وظهره عريض من فوق ماشي. كل ما الظهر يكون عريض وكل ما القفص بتاعه يبقى عريض من ورا الخلفه بتاعته بتتورث ايه الكلام دي وبتطلع زيه. ويا رب اكون فدتكم بحاجه، ويا رب ما تنسوناش بس بالدعم في القناه يا جماعه. عايزين القناه بتاعتنا تكبر ماشي، وعايزين الاشتراكات فيها تزيد ماشي عشان اتشجع انا واعمل فيديوهات اكتر وكلام من دي وافيدكم ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.